السلام عليكم، إزيكم، عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل بقى النهارده ديك رومي بتتبيلة تحفة وبكل تفاصيله إن شاء الله. كمان هنعمل معاه بقى رز بالخلطة بطريقتي، لذيذ جدًا ومميز. تقدري تعمليه للعزومات، تقدري تعمليه للأفراح أو بدون أي مناسبة تعمليه لأسرتِك، يعني إحنا مش بنعمله كل يوم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وصفحة الفيسبوك، ويالّا بينا نبدأ ونشوف عملناه إزاي. أول حاجة معايا ديك رومي بلدي مغسول كويس جدًا ومنقوع في مَيّة وملح وليمون وخل، وكمان معلقة صغيرة من الطحينة. بعد كده شطفته ونشفته كويس جدًا. هنعمل بقى تتبيلة كده للديك الرومي، تتبيلة من البهارات اللي هي عبارة عن توم باودر، بصل باودر، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح. هنقلّب بقى التوم الباودر مع البصل الباودر مع الفلفل مع الملح، وبعد كده هنجيب الديك ونبدأ نتبّله بقى من تحت الجلد بقى ومن جوّه، ودي خطوة مهمة جدًا. على قد ما نقدر نوصّله لتحت الجلد كويس جدًا، ونجيب كمان المنطقة بتاعة الصدر كمان ما ننساهاش. بعد كده بقى هنعمل التتبيلة بتاعة الديك الرومي الخارجية. عندي حوالي 3 معالق كبار من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، كوباية من عصير البرتقال، وملح، فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ. وهاقلّب بقى كل التتبيلة دي مع بعضيها. بعد ما قلّبناها بقى كويس جدًا، هنجيب بقى الديك ونبدأ بقى ننزل بالتتبيلة دي على الديك خارجيًا من برّه. نبدأ ندلّكه كده كويس، نحاول نوصّل التتبيلة لكل الديك، وبعد ما نخلّص هناخده نحطه في التلاجة في التتبيلة دي لمدة ليلة كاملة. تاني يوم بقى جِبت صينية وغطيتها بورق ألومنيوم وبعدين ورقة زبدة، وبعد كده هانزل بقى بالخضار بتاعي اللي هو عبارة عن جزر شرايح، وبصل شرايح، وكمان فلفل أخضر، وآخر حاجة بقى هانزل بيها الطماطم الشرايح. طبعًا ممكن أحُط أي خضار، أي نوع خضار عندي ممكن أحُطّه. بعد كده بقى هانزل بجزء من التتبيلة، طبعًا دي أنا كنت عينتها عشان أحُطّها على الخضار. بعد كده بقى جِبت الديك من التلاجة وهابدأ أحُطّه على الخضار، وهانزل بجزء برضه من نفس التتبيلة، وهادلِّك الديك كده سريعًا. وبعد كده بقى هانزل بحوالي نُص كوباية من المَيّة، طبعًا لإني محتاجة شوربة ومحتاجة أي سوائل هتنزل من الديك عشان أعمل بيها الرز بعد كده. هاغطّي بقى بورقة ألومنيوم وبعد سوري بورقة زبدة، وبعد كده هاغطّي بقى بورق ألومنيوم، أغطّي كويس جدًا. بعد كده هناخده على فرن متسخّن قبل كده على درجة حرارة 200 ونسيبه على نفس الدرجة لمدة حوالي ساعة، وبعد كده هنهدّي الفرن على درجة حرارة 170 لحد ما يستوي، طبعًا مع المتابعة. الوقت على حسب حجم الديك ممكن ياخد من 3 ل4 ساعات في الفرن. آخر حاجة بقى هنعملها هي الرز بالخلطة. في طاسة على النار هانزل بسمنة وزيت، وبعد ما يسخنوا كويس جدًا هانزل بقى القُناصة بتاعة الديك، أنا مقطّعاها قطع كده صغيّرة وهابدأ أشوّحها، وبعد كده بقى هانزل بالكبدة. نشوّح برضه الكبدة، وبعد ما اتشوّحوا هُم الاتنين هانزل بقى بعد كده ببصلاية صغيّرة مفرومة ناعم. هاشوّح البصلاية مع الكبدة والقُناصة، وبعد ما كل حاجة اتشوّحت وخلاص يعني 3/4 سِوَى هنشيلها بقى من على النار. بعد كده بقى هنعمل الرز. عندي في حلة على النار هانزل ب4 معالق كبار من السكر، وهاقلّب فيهم كده لحد ما يتكرملوا ويبقوا باللون الدهبي الجميل ده. أنا عايزة اللون ده ما يبقاش غامق. بعد كده بقى هانزل بمعلقة سمنة كبيرة وهاقلّب، وبعدين هانزل بالرز. الرز ده رز بسمتي أنا غاسلاه كويس جدًا ومصفّياه، ما نقعتوش. هاشوّحه بقى ودي خطوة مهمة جدًا
مع السكر كده بعد ما اتكرمل، وبعد كده هانزل بقى بورقتين لورا ومعلقة صغيرة من القرفة البودر وعود قرفة، وبعد كده بقى هانزل بمعلقتين كبار من الصويا صوص ورشة من الهيل المطحون ونقلب. بعد كده بقى هننزل بالشوربة، طبعا مقدار الشوربة للرز البسمتي اللي مش منقوع كوباية الرز قصادها من كوباية ونص لكوبايتين على حسب نوع الرز. بعد كده هنزل برشة من جوزة الطيب ورشة من الفلفل الأسود ونقلب. بعد كده بقى هنزل بالكبد والقوانص اللي كنت لسه مسوياها حوالي 3/4 سوا، ونقلب بقى كله كده مع بعضه، الرز مع الكبد والقوانص. وهنزل بعد كده بمعلقة من الملح وهقلب. بعدين بقى هسيبه على نار عالية لحد ما يغلي ويتشرب الشوربة بتاعته. نشوف بعد كده الرز بتاعنا عمل ايه. معلش كان البخار زيادة شوية، بس الرز كان اتشرب الشوربة تماما. ممكن في الوقت ده تقدري تحطي زبيب لو حابة، مش حابة خلاص. بعد كده بقى هنوطي عليه النار تماما لحد ما يكمل السوا بتاعه. وده الديك الرومي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. طبعا حطينا تحته الرز بالخلطة وكان معاه كمان زبيب، تقدري كمان تحطي مكسرات لو حابة، وكمان ضفنا الخضار لأنه جميل جدا بصراحة وشارب من التتبيلة وكمان طعم الديك الرومي. كان طعمه لذيذ جدا، أتمنى تجربوه إن شاء الله ويعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.